أداة أخيرة هناخدها. مثلا تعالوا نفتح صورة وليكن ديت وديت ودي بنقول له اوكي. نفتح كنترول ان ونقول له ويب ونقول له 600 في 800 عشان نعملها خلفيه. نبدل بين او زي ما قلنا زرار الاف عشان يعمل الموضوع ده. الاداه اللي هناخدها دلوقتي اسمها ستامب، كلون ستامب تول. ستامب يعني ايه؟ طابع. طيب دي بتعمل ايه؟ تقول لك والله انت عاوزه تاخدي اجزاء من الصوره ديت وتاخديها عندك في خلفيه معينه او في صوره معينه، بدل ما كنا بنعمل كده ونروح واخدين كوبي وبيست او بدايره حتى او طبعا واخد اد او ان احنا نعمل بالبليجنال ديت و الى اخره. ده نوع جديد من اخذ لقطات من الصور اللي هو اسمه الستام. ودي بتشتغل ازاي؟ اول ما تيجي كده تعالوا انا هعلمكم الغلطه اللي لما تروح في البيت هتغلطوها. اول ما تروح مختار الاداه تروح متكيه فطلع لك ايرور. خلاص الايرور ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انك لازم تتكي الت كليك عشان تحددي المصدر اللي انت تاخده منه الصوره. فاروح متك زي ما هو قال لي الت وبصوا العلامه بتاعت بتاع حصل لها ايه؟ بيقول لك اختاري النقطه اللي انت عاوزه تبداي منها. بقول له والله ابدا اختار من هنا كده. خلاص واجي في الصوره بتاعتي اللي هي ديت كنترول زد معلش وابدا ايه؟ احط. ايه ده مش راضي يرسم ليه؟ يعني كانت الصوره هناك هنا فهو بدا يرسم من اول هنا. خلاص بس بحل حاجه زي كده بسرعه ازاي؟ نتك اشيل الالايند دي في الخصائص بتاعت الاداه. اشيل الالايند دي. الالايند يعني هيخليها مطابقه على الصوره الايه الثانيه اللي كانت هناك. فالالايند لا دي بتديكي فري يعني ارسمي براحتك. يعني لو شلت الالايند ده هرسم في اي مكان. بالظبط. خلاص برسم الاجزاء اللي انا عاوزها من الصوره بالبراش بتاعتي. رايت كليك تختاري نوع البراش وحجمها والهاردنس قوتها او ضعفها. لو بصوا خدتوا لو حاجه زي كده بس الالاين ده لما بتتشال بصوا بدا يعمل ايه؟ ياخد نسخه ثانيه. اول ما تسيب وتبدا ترسمي ثاني هيعمل نسخه ثانيه من نفس الحته اللي انت بدات منها يبدا ايه؟ يرسم واحده ثانيه. خلاص لو حطيت الالاين لا مطرح ما بدا هيبدا يرسم ويكمل على الايه؟ اول واحده انت بدات منها. حتى لو رحت بعيد بص عمال بيكمل في نفس الصوره. مهما رحت بص انا مش راضي ارسم لان خرجت بره الصوره. تعالي هنا كده بصي هيكمل لك الصوره. يبقى ده فرق بين ان انا احط الالاين وان انا اشيل. شلتها يبقى يبدا كل ما التكه يبدا يرسم واحده جديده. فيها صعوبه؟ طيب ايه اللي انا عملته ده؟ اقفل كده. طب تعال نفس البنت ديت ناخد لها صوره. الت واجي هنا افتح بقى اختار براش كده حلوه وليكن دي وابدا ايه؟ ارسم. طيب البنت دي انا عاوز اجيبها شمال شويه او يمين شويه. بدات الموف طبعا مش هينفع. يبقى ايه الحل؟ احنا قعدنا الحصه اللي فاتت نغني نعمل نيو لاير. نيو لاير. فدي بقت طبقه جديده فاضيه خالص. حط يا عم عليها اللي انت عاوزه. تمام؟ حركها بعد كده وديها في الحته اللي انت عاوزها. مش طبقه جديده مختلفه. فهمنا مهمه الطبقات ايه؟ لو عاوز تعمل واحده كمان تحتها مثلا يبقى طبقه جديده وابدا ارسم تاني. مش هقول لك لا. وبالتالي دي لوحدها ودي لوحدها. خلاص ممكن امسح منها الحته اللي انا عاوزها والثانيه ما تتاثرش ولا اللي تحتها تتاثر. هات كده ونجيب دي كده. يبقى كل واحده موجوده حته معينه. مفهوم يا جماعه الحته ديت؟ طيب اعلمكم خاصيه من خصائص اللايرز. خدنا من شويه حاجه اسمها opacity. قلنا يعني ايه؟ تمام.
انتوا معايا في الحصه بتبقوا تمام، اي سؤال اساله تمام، ترجعوا تقولوا لي المره الجايه مش فاكرين اي حاجه. المهم قلنا اوباسيتي يعني شفافيه اهي. دي بتعمل ايه؟ اللاير نفسه ممكن اقلل الشفافيه بتاعته، بدل ما هي 100% اقللها كده، اتك على السهم الصغير ده واسحب كده. واخدين بالكم اللي بيحصل لها؟ 0% مش هتبان خالص. مفهوم؟ ممكن اتك كنترول تي واكبر كده. تأثير طبعا انا بعمل اي حاجه في اي حاجه، بس بعد كده هتعملوا بيه حاجه كويسه. خدنا بالنا، يبقى اما ان انا اتك هنا واكتب القيمه اللي انا عاوزها 50% مثلا، او ان انا اتك على السهم ده وابدا اسحب قدام او ورا لحد ما اوصل للقيمه اللي انا ايه اللي انا عاوزها. مفهوم يا جماعه؟ كذلك ده اهو الاوباسيتي بتاعته تمام. يبقى عرفنا معلومه جديده بتاعت الاوباسيتي، ودي تطبق على اي لاير اهو، او لاير جديده، وحتى رسمت جواه اي حاجه تطبق عليه عادي جدا جدا جدا. خلاص يبقى اي لاير اقف عليه اروح طالع اشوف الاوباسيتي بتاعته قد ايه، اقللها او ازودها. الطبيعي انها تبقى 100%. طيب عاوز نعمل حاجة نطبق بيها الكلام اللي احنا قلنا قبل كده في تعمل التسجيل. دبل كليك ونقول له عندنا في الريفرنسز عندنا فوتوز، عندنا فلاورز. دي مجموعة من الفلاورز هاي ريزوليوشن، وليكن يعني حاجة زي كده، أي حاجة. تمام. عاوز أوريكم حجم الصورة دي قد إيه. هنا ده 12%، يعني الجزء ده كده ده 12% زوم. طب لو كانت 50%، بصوا الصورة بقت قد إيه أساسا. طب لو 100%، أجيب 100% إزاي؟ كنترول ألت 0. تخيلوا الوردة حجمها قد ايه؟ يعني بنمشي فيها مسافات، يعني كنترول ناقص ناقص او كنترول 0 يعمل لها فيت تور سكرين. المهم نعم طبعا انا عامل خلفيه هي 600 في 800، اروح واخد كده بأداة الموف الورده دي كده، اروح ساحبها واسيبها عندي هنا كده. طبعا هي نازله كبيره جدا جدا جدا، اصغرها ازاي؟ كنترول تي. بص انا قعدت اصغر الزوم ليه؟ لانها بص حدودها فين عشان امسكها اساسا واعرف احركها. واروح ماسك كده، ماسك الشيفت عشان يحافظ على نسبه الطول للعرض كده. بقى عندنا حاجه زي كده. خلاص يبقى ده سيستم اف لحد ما اوصل للصوره. شكرا. دي اقفلها، بقفلها بكنترول دبليو، كنترول دبليو، او ان انا اتك هنا اقفلها. المهم بالكلون ستامب اروح واخد الت واتك على الوش هنا كده، واجي هنا اعمل لاير جديد قبل ما ارسم، عشان بعد كده احركه زي ما انا عاوز او اقلل الشفافيه بتاعته. لان لو كانوا على لاير واحد شفافيتهم مرتبطه ببعضهم هيقلوا كلهم مره واحده. يبقى هي على لاير جديد، وابدا احط كده مثلا. طبعا هي نازله بشكل جميل كده ليه؟ لان انا الهاردنس بتاعت الفرشه مقللها. لكن تخيلوا لو 100% قويه نازله زي دي. تمام. لا يبقى الاول كانت افضل اللي هي اقلل خالص كده واعمل حاجه. طبعا بصوا عملها مرتين عشان ايه؟ الالاين دي متشاله. نعم يعني مش موضوع الكود بتاع الصوره، انا كنت بعملها بالشفاف، لا ما هي المشكله في ايه؟ ان انا بتكلم دي الفرشه دي احنا جم. لا عاوزني 10 دقايق هخلص بعد 10 دقايق. احنا خلصنا اساسا. بص لو انا الفرشه دي بتاعتي قد كده تمام، رايت كليك والهاردنس قوته بقى قد كده. بص لما هاجي ارسم، لكن بص لو الهاردنس قللته خالص بقى 0%، جيت ارسم
لاحظة الحواف بتاعت الفرشة، الحواف ناعمة كده. فهي دي الفكرة اللي انا عملتها، ان انا كبرت الفرشة واخترت الحواف قليل، كبرها كده مثلا. خلاص. طيب يبقى دي ممكن نقول انها خلفية، نقلل الشفافية بتاعتها من الاوباس، ممكن تبقى حاجة زي كده، او ممكن نخليها زي ما هي كده وكنترول تي نصغرها، او قبل ما نصغرها ناخد منها نسخة. ليه بقى؟ بصوا كده، انا هصغرها تمام، كبروها تاني كنترول تي، ايه اللي حصل لها؟ باظت. دي مشكلة كبيرة جدا 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 في التعامل مع الفوتوشوب. الصورة لو صغرت تيجي تكبرها تاني تبوظ. فدي تخليكي تقولي ايه، لا ده انا قبل ما اصغرها كنت اخد منها نسخة، يبقى كنترول الت زيرو، كنترول الت زد، هي كده خلاص. طيب خد منها نسخة كنترول جي، تمام، واخفيها دلوقتي لحد ما نخلص دي. امسك النسخة القديمة ديت كنترول تي واصغرها مثلا واحطها هنا كده، وديت كده زي ما هي مثلا، او اخليها كده او اقلل شفافيتها ايا كان. يبقى عرفنا المعلومه الجديده ديت، ان الصوره لو صغرت لو جيت اكبرها تاني تبوظ. وانا مثلا جيت اعمل، انا عايز اعمل فيديو لوحدها ازاي؟ هل ينفع اخد لوحدها وضرب المعلومه ما ده اللي انا عامله. لا يعني حواليها بس هنا حواليها ما احنا خدنا حاجه اسمها الفيذر، خدنا حاجه اسمها الفيذر. طيب على فرض ان احنا مثلا عملنا بسرعه كده وحددناها، طبعا صورة زي دي اساسا صعب فصلها لان في شعر والالوان قريبه الى اخره. المهم كنت هعمل ايه كده، رايت كليك وفيذر، تمام، او من قائمه سيلكت موديفاي فيذر، اقول له مثلا 10 واروح واخدها كده اسحبها. يبقى بص الحواف بتاعتها عامله ازاي، هنا ناعمه، على عكس لو كنت خدتها زي ما هي، لكن كنت الالت زد كده قبل الفيذر وخدتها. بص الحواف عامله ازاي، مكسره ازاي. يعني دي من نفسها عاوزه تاخد لنفسها، يعني دي وهي جواها كده عاوزه تحط واحده كمان معاها مثلا تاخدي منها نفسها. لا يعني في مثلا بس مش عايزه اللي هو الشيء كان مكانه كان يعني لما شلت كده انا عايزه بقى. طب هو اول ما اخدها اساسا في الصوره الثانيه دي بترجع مكانها يعني خلاص. ما انا اهو، انا بص انا خدتها من هنا اهي ابيض مكانها، لكن اول ما اسيبها رجعت زي ما كانت خلاص. طيب لكن لو في نفس اللاير ممكن اعمل نيو خلاص، وديت كده وانا واقف عليه كوبي منه واجي هنا اقول له بيست خلاص. المهم نوقف لحد هنا عشان الناس اللي اللي ورانا.